نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وبالتعاون مع منظمة استونيا لتكنولوجيا المعلومات ملتقى الأعمال الإماراتي الإستوني للابتكار بحضور فخامة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا السابقة. استكشاف بيئة أعمال متطورة وداعمة للاستثمار في الإمارة استراتيجية يعمل بها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث نظم ملتقى الأعمال الإماراتي الإستوني للابتكار الذي شارك به حشد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإستونية في مجال الطاقة والمواصلات الرقمية وغيرها من المجالات الحيوية. نهدف من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين استونيا وإمارة الشارقة، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الحيوية في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحكومة الذكية، بما نعرف أن استونيا هي من الدول الرائدة في موضوع المدن الذكية وأيضا الحكومات الذكية. سعدنا جدا بتواجدنا هنا، وأعتقد أن هذا الملتقى يشكل فرصة رائعة لاستكشاف الشركات المبتكرة، وسعدنا بوجود هذا المجمع الذي يوفر فرصة للشركات في تطوير أعمالها المستقبلية. الوفد تجول في أروقة المجمع مطلعا على ما تقدمه الشركات من ابتكارات وفرص استثمارية واعدة، وهو ما أثمر سعي الجانبين لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون. نحن اليوم أيضا راح نوقع اتفاقية مع مؤسسة من أكبر المؤسسات التقنية في استونيا، نهدف من خلال هذه الاتفاقية إن شاء الله إلى ترسيخ مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وأيضا إمارة الشارقة كعاصمة للبحث العلمي وأيضا التقنيات الحديثة إن شاء الله. وفي قاعات مجمع البحوث حيث شاركت فخامة كريستي كالولايد رئيسة جمهورية استونيا السابقة، تم التركيز على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة بالحلول الرقمية والبيانات والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية بلوكتشين وتأسيس البنية التحتية الرقمية وغيرها من المجالات التي تسهل حياة البشرية. ملتقى الأعمال الإماراتي الإستوني يحرص على مواكبة أحدث المستجدات العالمية لتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة. لأخبار الدار، مجد السويدي من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.